هذه الطيارة هبطت مسمى على جل هذا الإنسان، يدرع له أروى نحكي لك. المهم هذا الإنسان كان راح يروح كحاج عادي كأي واحد راح يروح للحج، جاب باجاجو رايح للمطار، راح يطلع في الطيارة ويروح. قالوا له الطيارة تاعك يا ودي راهي طلعت. قال لهم كيفاه وانا ما نروحش للحج؟ قالوا له والله أعلم، خلاص الطيارة تاعك طلعت، الله غالب مرة وجاية. قال لهم بإذن الله عز وجل نروح ونروح المرة هذه. وسرى الطيارة طلعت للسماء فأصابها عطل فني، عاودت هبطت. ولكن الإشكال كي عاودت هبطت قالوا للطيار افتح الباب لأنه مازال هذا السيد عامر مازال ما ركبش، خليه يركب مادام هبطت الطيارة. قال لهم ما يركبش، قال لهم راح نزيد نعاود نطلع. فعاودت طلعت الطيارة مرة أخرى للجو وعاودت هبطت لسبب عطل فني. ولكن بعد ما هبطت الطائرة للمرة الثانية قائد الطائرة اقتنع أنه لازم هذا السيد عامر يركب في الطيارة، فمباشرة الطاقم الفني للطائرة جاء حول الباب وعاود ركب عامر وانطلقت الطيارة، فلم يجدوا ذلك العطل الفني أبدا. يعني الطيارة طلعت ما بها والو، سبحان الله العظيم. فوش حبيت نقول لك من خلال هذا الفيديو؟ أن الله عز وجل إذا كتب لك حاجة راح توصلها بإذن الله، حتى وكان العالم كامل ضدك، فإن الله عز وجل لن يخيبكم أبدا. السلام عليكم.